الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يحيى الحجوري ጥፋቶች ከባድ የሆኑ ጥፋቶች ናቸው። ከሰለፎች አካሄድ ጋር የሚፋለሱና የሚጋጩ ስለሆኑ ዑለማኡ ሱና በማስረጃ አስደግፈው የከተቧቸውን እናነባለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ። ይህ ፈተና ባለበት ሁኔታ ሳይሆን በበለጠ እየተቀጣጠለ እንደሚገኝ ሳናውቅ ማለፍ የለብንም። منها من بعد ضلالات يحيى الحجوري ከተሳሳታቸው ስህተቶቹ መካከል ادعاء الحجوري أن الله تعالى لو عذب العباد كلهم ما كان ظالما لهم، وهذه عقيدة الجهمية والأشاعرة. يحيى الحجوري يقول تكراكرا الله سبحانه وتعالى لو عذب العباد كلهم باتقالي بارياዎቹን ቢቀጣቸዋል العباد ሁሉንም ነብያቶችም ይሁኑ መላእክቶችም ይሁኑ ሩሱሎች የአላህ ደጋግ ባሪያዎች በጥቅሉ ባሪያዎችን ሁሉ ቢቀጣቸው ما كان ظالما ግፍ ፈጸመባቸው አይባልም። ለሁሉ ለነርሱ ግፍ ፈጽሞባቸዋል አይባልም ማለት هذه عقيدة الجهمية والأشاعرة። ይህ ደግሞ የጀህሚያዎችና የአሻዒራዎች እምነት ነው። ይህ ሰው الحجوري أصل أصولا فاسدة የተበከሉ የሆኑ ኡሱሎችን አዲስ የመሰረተ የፈጠረ ሰው ነው። ኪታባቲሂ ጻፋቸው ኪታቦቹ ላይና ወአሽሪጦቲሂ ካሴቶቹ ላይ ወዓዳ ወዋላ عليها ነኚህ ኡሱል ፋሲዳ የተበከሉ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮችን ተእሲስ ካደረገ በኋላ ከመሰረተ በኋላ ከመነጨ በኋላ ነኚህን በደስታ የተቀበለን ሰው ወዳጅ አድርጎ ሲል ነኚህን የሚቃወም ሰው ደግሞ ጠላት አድርጎ ይዟል ማለት ነው። لقد تصدى الحجوري لشرح نظم في العقيدة وهو الدرة المضية في عقب أهل الفرقة المرضية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى. الدرة المضية في عقب أهل الفرقة المرضية بابال يتጻፈ በዐቂዳ ዙሪያ ግጥም አለ። العلامة السفاريني ይህ ዓሊም የገጠመው ማለት ነው። السفاريني رحمه الله تعالى من ይላል وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى የሚል ንግግር ተናግሯል። ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈቀዳል አለ። وجاز ተመልከት ይፈቀዳል للمولى ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعذب الورى أي الخلق فطرانا مقطعت ይፈቀዳል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተቻለ ነው አለ። ይቻላል من غير ما ذنب يعني من غير ذنب ما زائد አለ من غير ذنب ያለ ወንጀል ያልሰሩ ባሮቹን መቅጣት ይችላል። يعني بترك واجب ነገርን በመተው ወንጀል ያልሰሩ ሰዎችን መቅጣት ይችላል። ዋጅብን የተወሰው አላህ ሊቀጣው ይችላል። ግን ወንጀል ያልሰራም ወንጀል ያልሰራም ولا جرم جرى اي اجرام يعني بفعل محرم حرام ነገር በመስራት ጁርም ያልፈጸመንም ሰው ወንጀል ያልሰራን ሰው መቅጣት ይችላል አላህ አለ። قال الحجوري من አለ ይሄን ግጥም ሲያብራራ فيما سماه المنة الإلهية بشرح العقيدة السفارينية 153 ገጽ ላይ ሸርህ ሲያደርግ ሲያብራራ ምን አለ? አንዳንድ ንስኻዎች 152 ይላሉ፣ አንዳንድ 153 ይላሉ። እዚህ ገጽ ላይ ምን አለ? احسن من هذا البيت قول الطحاوي رحمه الله تعالى ይላል። طحاوي የተናገሩት ይበልጥ በጣም ያማረ ነው። ከማን ከአሰፋሪኒ ከተናገረው ንግግር طحاوي የተናገረው እጅግ በጣም ያማረ ነው አለ። ያማረ ነው ብሎ ሲል የሰፋሪኒ ንግግር ሐሰን ነው ማለት ነው። احسن ስላለ የዚህኛው የطحاوي ንግግር احسن ነው ማለት ነው። ከሊመቱ احسن هي على بابها بأن غيرها حسن لو حسن ስለሆነ حسن ነው ማለት ነው። የሰፋሪኒ ንግግር حسن ነው ማለት ነው። የطحاوي احسن ነው ብሎ ሲገልጽ ማለት ነው። طحاوي بمثل طحاوي من ብሏል يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. ይህ ንግግር በጣም احسن ነው የطحاوي አነጋገር ብሎ ተናገረ። ለምን ለማስረጃ ሲያቀርብ قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله سبحانه وتعالى
عفو كريم قال سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فالفضل حجوري لله تعالى من قبل ومن بعد يا الله سبحانه وتعالى نو طرفاتك الله نو ميمنچو بفيتم بحالا يالو مالت فلو أن الله على الزقا يستمربت أسمروا لي فلو أن الله على عذب العباد جميعا باتترى باروتون بيكات أتشو ما كان ظالما لهم بنرسو لا قفة سما أي بالم الله على وإن رحمهم كازن اللاتهم فبفضل منته وكرامه الله عز وجل شركمونه يمنجنه كازن اللاتهم انتهى كلام الحجوري المنة الإلهية بشرح العقيدة التفارينية كتسنيو كتابو لاي يتوسد مالته يحجوري نقر يتوحوي نقر أحسن نولوسين كلام السفارينية حسن نو إيالا إيارغاقتنا يالو مالته هذه مخزية يدقمو كفافي قشاشة هنا نقر لمن علماء السنة من بلو اندالو ودفت إن يالنا مالتنا لمن هذا البيت باطل السفاريني أبابال باطل من وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى يمنو هذا البيت باطل يجري على مذهب الأشاعرة والجهمية الأشاعرة وكلنا يجهمية وكل أمنت يميان تبارك وانا قلت أسل وانا باطل من ما يتراطر ولما أصلنا من اندالو ودفت عند بعد الملكة هذا حجوري يهني قرسي ناقر لو أن الله عذب العباد جميعا ما كان ظالما لهم يميلون سناقر قرره تقريرا لمن تحته من التلاميذ لتلاميذوتو لتماريوتو يرقاقتو نقر لو أن الله عذب العباد جميعا ما كان ظالما لهم يميلون مالته هي تقرير رقمه عين عقيدة الجهمية والأشاعرة الجهميوتنا يا شاعراوت عقيدة أمنتنا فهم أشاعراوتنا جهميوت يقولون لو عذب الله المطيعين لم يكن ظالما الله سبحانه وتعالى يمجز يهون سوتين بيكاتاتشو الله ظالم قفنيا أيهون بلوان جهيل حجوري على وقم أن الظلم يبالو نقر عند أهل السنة وجيا هو وضع الشيء في غير موضعه عند النقر ما سكمت يا لابوتاو ما سكمت مهونون عند أهل السنة على وقم مالتنا هذا معناه في اللغة بقوان درجة قف بلو مالت عند النقر يا لابوتاو ما سكمت وقد نزه الله نفسه عنه الله عز وجل كقف دمو راسل نصها دربات لأنه حكم عدل ذوبنيانا حكمنا الله دانيانا عدل فتاوي ونجتانو يضع الأشياء في موضعها نقروكين الناس كمتاتشو بيبوتاتشو نو مالت فلا يعذب المرأة عند أكل الله عن سوء أي كتان بما لم تكسب يداه لتجوتو بل فتسمت وانجل الله عز وجل بارعون أي كتان ولهذا قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ترطوها لإن قلتو مالتنا بل كم سرا يسراسو آمان هونو ظلما لفرا أي قبهم بدلهم يرانا الله عز وجل عند الحجوري والجهمية والأشاعرة حجورنا جهمية وأشاعرة لكن لو عذب الله ملائكته الله ملائكته بكتا وأنبياءه نبياته بكتا ومن لا ذنب له الراش وانجل إلى اللون كالأطفال هسألوا يمثل والمجانين ابدوا يمثل لم يكن ظالما قفن عيهون بيوتناتو حجورنا جهمية وأشاعرة مالتنا هذا فعل غير جميل لا يصح أن يوصف الله عز وجل به هي دقمو طرول تكبر أيضا لمنا الله عز وجل بذه أي جلت منه الله عز وجل عدل هو نجيتانو لا يفعل إلا الجميلة طر نجر نجي مدف نجر أي سرى منا الله سبحانه وتعالى يحجري فتنا بطام كبار نحن اليوم نرى الحجرية وأتباعه إننا هي وزارية ياينا لنا حجرنا تكتلوتو يشاركون أهل البدع يبدع على بيتوشقا مشاركة يادرقوا ياينا لنا في النيل من علماء السنة يسنة علماء وشن بما بتلت المال وكذلك دعاة السنة ولسنة الرحيم يادرقوا دعاة السنم يبطلتلو إياينا لنا حجرنا تكتلوتو فحاولوا مكرا يادرقوا نالو إسقاط جملة من المشايخ الفضلاء هلك درجة يالاتشو يهونو يسنة علماء وشن زرتتو يتقالوا إياينا لنا وطعنوا فيهم إياوغزواتشونا إيابطلتلواتشو يجنال شيخاتشو يحيى الحجوري الدس يامتاتشو يفتراتشو يهونو أصولو تشالو النزان بدستا يتقبل يحيى الحجوري سايتج بدستا يتقبلا وداجا درقو يزالو تكتلوتو بنزه أصول فاسداوች ምክንያት በሱ ላይ ረድ የሚያደርጉ መሻይኾችንና ዱዓቶችን ጠላት አድርገው ያያዙ እያየን ያለ ነው የሱ አጨብጫቢዎች ማለት ነው ይሄው በተውሂድና በሱና ዳዕዋ ላይ ከባድ የሆነ ፈተና ተከስቷል ይህ ፈተና ዓለም ላይ ያሉ ዱዓቶችን የዲን ተማሪዎች ዑለማዎችን ጭምር ያተራምስ ቆይቷል አገራችን ላይ هذا ما يفعله مصطفى عبد الله الفتان المفتون السلط اللسان الذي يرمي بالحزبية أناسا مظلومين بريئين كبراءة الذئب
الذئب من دم ولد يعقوب يو أقرأت الله يحيى الحجوري أتبعابي يهونو مصطفى عبد الله الفتان المفتون يهونو درسو تفتنو سوچن فتان على يمثل يهونو السليط اللسان الذي يرمي بالحزبية بحزبية يمي ورور يمي ونجل يهونو وناسا سوچن مظلومين جف يتفتن باتون سوچ بريئين كبراءة الذئب من دم ولد يعقوب نصوه يهونو يسنا سوچ تكلا نصوه اندهونه هلو من دم ولد يعقوب كيعقوب لج دم تكلا نصوه اندهونه هلو نصوه يهونو يسنا علماء يسنا دعاتوችን እያብጠለጠለ የሚገኝ የሆነው ሙስጠፋ አብዱላህ የሚባለው በል ወይስቂጡ ዑለማء السنة የሱና ዑለማዎችን ዘጥጦ የሚጥል وهي مبثوثة بصوته እነኚህ ንግግሮች ደግሞ የተበተኑና የተረጩ ሆነው ይገኛሉ በራሱ ድምጽ ማለት ነው فما شهدنا الا بما علمنا እየመሰከርና ለነው ያወቅነው ነገር ነው فلم نأتي بشيء جديد አዲስ ነገር አላመጣንም ولم نتقول على مصطفى ما لم يقله مصطفى عبدالله ያልተናገርነውን አልቀጠፍንበትም የሱና ዱዓቶችን የሱና ዑለማዎችን እያብጠለጠለ እየዘረጠጠ የሚጥል የሆነ ሰው እያራገበ ያለው የያህያ አልሐጁሪን አጀንዳ ያህያ አልሐጁሪ አዲስ ፋሲዳ የሆኑ ኡሱሎች አመንጭቷል በነዛ ላይ ሰዎችን ወዳጅ አድርጎ ይዟል ጠላትም አድርጎ ይዟል የሱ ተከታዮችም ይሄው አገራችን ያሉት እያደረጉ ያሉት ይሄው ነው ሻረኩ አህል ቢድዓ في النيل من علماء السنة أهل البدع ጋር ሙሻረካ ያደረጉ ነው ያሉት የሱና ዑለማዎችና የሱና ዱዓቶችን በማብጠልጠል ላይ አህል البدعዎች ጋር አንድ ላይ ሙሻረካ ያደረጉ ነው እናገኛቸዋል ይሄው ከስር ፈተና እየቀሰቀሰ ያለ ሙስጠፋ የሚባለው ሰው ተማሪዎችን እየከፋፈለ ያለ ይህ ፈተና በገባበት አቅጣጫ ሁሉ አገራችን ላይ ተለፍዮች እየተከፋፈሉ አንዱ ባንዱ ላይ እየዘመተ ያህያን የደገፈ ሰው ወዳጃቸው ሲያደርጉት በያህያ ላይ ደግሞ ረድ የሚያደርጉት ሰዎች ሲያብጠለጥሏቸው እያየናል ነው ያህያን የተቹ ዑለማዎችን እና የሱና ዱዓቶችን እያብጠለጠሉ አይናችን እያየ ጆሮአችን እየሰማ ነው ያለው ኢትዮጵያ ላይ ዳዕዋ ሰለፊያን እየከፋፈሉ ያሉ በአንድ መስመር ይሄድ የነበረውን የሰለፊያን ዳዕዋ የኛ ብቻ ነው ሌላን ማንንም አይመለከትም እያሉ ሌላኛውን ቡድን ግን ማንቋሸሽና ከሱና ክልል አሽቀንጥረው እያወጡ ያሉ ሰዎች ናቸው ሼኻችሁ እንደሃላ አቋም ያለው ነው ያ ሙስጠፋ የምትከተለው ሰው ደረትህን ነፍተህ የምትታገልለት ሰው እንደሃላ ስህተት ላይ የወደቀ ነው ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ምን ብለዋል ይሄን የጀህሚያዎችና የሻዒራዎችን እምነት በተመለከተ ሲናገሩ منهج السنة ላይ ምን ብለዋል ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني قول من يقول إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه ትክክለኛው የሚናገሩ ሰዎች ንግግር ነው ምን ብለው የሚናገሩ አላህ በመጨረሻው ዓለም ባሮቹን አይቀጣም إلا من عصاه የወነጀለውን ካልሆነ በስተቀር بترك المأمور شريعة الله ያዘዘውን በሸሪዓ የታዘዘውን ነገር በመተው ወንጀል የወነጀለን ሰው ነው አላህ የሚቀጣው የሚለው ንግግር ነው ትክክለኛው አሉ أو فعل المحظور ወይም ክልክል ነገር በመፈጸም شريعة ያዘዘውን ነገር በመተው ወንጀል ላይ የወደቀ ወይም شريعة የከለከለውን ነገር በመፈጸም ወንጀል ላይ የወደቀ ይሄንን ነው አላህ የሚቀጣው የሚለው ነው ትክክለኛው بخلاف الجهمية በጀህሚያዎች አቋም ተቃራኒያል የጀህሚያዎች አቋም በዚህ ተቃራኒ ነው ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم ጀህሚያዎችን የተከተሉ አሻዕራዎችና ሌሎችም ሲቀርዋል فإنهم قالوا ብለዋል ማን ጀህሚያዎችን የተከተሉ የሆኑ አሻዕራዎችና ሌሎችም فإنهم قالوا ብለዋል بل يعذب من لا ذنب له ወንጀል የሌለውን አላህ ይቀጣል ብለው ተናግረዋል ይሄ ደግሞ በሱና ሰዎች አቋም ተቃራኒ ነው ማለት እስኪ ዑለማኡል ኪባር ታላላቅ ዑለማዎች ተፋሪኒ እዚህ ግጥሙ ላይ የተናገረውን ሸርህ ሲያደርጉ ይሄን ግጥሙን ምን እንዳሉ እንመልከት قال الإمام الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للسفارينية ابن عثيمين السفارينيا يتم قدم سيابرارو عند هذا البيت نفسه من قالوا وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى اميلو راي من قالوا ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكن هذا القول يهنق قرام والتعليل تعليلهم قالوا قدم مالتهم كذي قدم قتلوا يالو قدمهم كلاهما باطل هلتهم باطل قالوا ابن عثيمين ولا نقول ضعيف دكاما نعنلم بل نقول إنه باطل نور من الوان لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله قرآن لي بقل تتكمتوا ما سرجعوشك يمثال السلوانة قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بلو أنني تلايم أرافوش لي الله عز وجل قال صلاة كأنني مقرأ عنكسوش قا يميقاتنا يميفالتنا يمان يسفاريني نقر والآيات في هذا المعنى كثيرة بركاتا عنكسوش علوال إنياك هلال الله سبحانه وتعالى يفرنا الله يأمن السو جاز أن يعذبه الله لكتو يتشلال يميتشال لو كان صار القول مخالفا لنفس
القرآن ይህ አባባል ከቁርአን ጋር የሚጋጭ ሆኖ እናገኘዋለና ይሄ ተግባር ደግሞ ጥሩ አይደለም ጀሚል አይደለም አላህ ደግሞ የሚሰራው ጀሚል ጥሩ የሆነ ነገር ነው በሐዲስ القدس صحيح ሆነ ሐዲስ القدس ተናግሯል አላህ عز وجل قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي ግፍን በነፍሴ ላይ እርም አድርጌያለሁ ይላል አላህ عز وجل የሚገዛ የሆነን ሰው መቅጣት القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات ليلا ونهارا حتى مات እስከሚሞት ድረስ ሌት ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመገዛት ላይ ቀጥ ብሎ የቆመን ሰው መቅጣት لا احد يشك في انه ظلم ግፍ በመሆኑ አንድም የሚጠራጠር የለም አሉ ኢብኑ ዑሰይሚን وانه غير جميل ጥሩ ነገር አይደለም ጥሩ አይደለም ለምን አሰፋሪ ምን ብሏል እንደ ምክንያት ያቀርብ فكل ما منه تعالى يجمل ሁሉም ነገር አላህ ጋር ያማረ ነው ለእነ ዕቁበተ المطيع ሌት ቀን አላህን እየተገዛ እድሜው እስካለ ድረስ አላህን እየተገዛ ያሳለፈን ሰው መቅጣት ليست جميلة ይሄ ጥሩ አይደለም አሉ ስለዚህ ይህ አባባሉ የሰፋሪ አባባል فكل ما منه تعالى يجمل የሚለው ይሄ ተቀባይነት የሌለው ባጢል ንግግር ነው ብለዋል ሁለተኛ እንደ ምክንያት ያቀረበው لانه ان فعله لا يسأل ከሚሰራው ስራ አይጠየቅም የሚለው هذا صحيح نعم الله عز وجل لا يسأل عما يفعل الله ከሚሰራው ስራ አይጠየቅም فلا يسأل لماذا هذا الرجل حتى استقام الله አይጠየቅም لماذا هذا الرجل حتى استقام ይሄ ሰው ትክክለኛው ሆኖ በትክክለኛው መንገድ ላይ ቀጥ እስከሚል ድረስ አላህ ለምንድን ነው የመራው ተብሎ አይጠየቅም ولماذا اضل الاخر حتى انحرف ሌላኛው ለምንድን ነው ያጠመመው የተዛባ በሆነ መንገድ ላይ እስከሚሄድ ድረስ ለምንድን ነው ያጠመመው ተብሎ لا يسأل عن هذا الله አይጠየቅም لا شك ምንም አይጠየቅም ግን አላህ عز وجل ትክክለኛ መንገድ ተጥቶት ያቀናውን ሰው ህይወቱን አላህን በመገዛት ያሳለፈውን ሰው አላህ ይቀጣል ማለት ይሄ ባጢል ነው አላህ አይጠየቅም ለምን አቀናው ሌላኛውን ደግሞ ለምን አጠመመው ተብሎ አይጠየቅም لا شك طيب ሁሉም ነገር የአላህ ሙልክ አይደለም እንደ أليس الخلق كله ملك لله أليس الخلق كله ملك لله ሁሉም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙልክ አይደለም እንደ وإذا كان ملكا له فلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء ሁሉም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንብረት ከሆነ ሁሉም በአላህ ግዛት ውስጥ ያለ ከሆነ የፈለገውን ነገር ማድረግ አይችልም እንደ የሚል ተናጋሪ ካለ ተልጀዋቡ በላ አዎ ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحدا راسه الله عز وجل ማንንም እንደማይበድል الله عز وجل ራሱ ተናግሯል ስለዚህ لا يمكن أن يعذب طائعا አላህን የሚገዛን ሰው አላህ አይቀጣም አላህ ራሱ ካስቀመጠው ጋር ከተናገረው ንግግር ጋር የሚጋጭ ስለሆነ አበደን አላህ ባሮቹን ትክክለኛ ባሮቹን الله عز وجل አይቀጣም ስለዚህ وبناء على ذلك صار قول المؤلف رحمه الله إلى ابن عثيمين وجاز للمولى يعذب الورى የሚለው قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ከቁርአንና ከሱና ጋር የሚጋጭ የሆነ ባጢል የሆነ ንግግር ነው ብለዋል ያቀረባቸው ተዕሊሎችም ሁለት እንደ ምክንያት ያቀረባቸው غير صحيحين ትክክሎች አይደለም ብለዋል نعم بالنسبة لهذه المسألة እዚች መስአላ ላይ ባሮቹን አላህ عز وجل መቅጣቱ ወንጀል ያልሰሩ ባሮቹን ወይም አላህ ግዴታ ያደረገባቸውን ነገር ባለመስራታቸው ምክንያት አይሆን እየሰሩ ያሉ ወንጀሎችን ማለት እየሰሩ ያዛቸውን እየፈጸሙ የከለከላቸውን እየተከለከሉ ያሉ ባሮቹን መቅጣቱ ጃኢዝ ነው ለሚለው አባባሉ ሁለቱም ያቀረባቸው ተቀባይነት የላቸውም ብለዋል ሙጢዒን መቅጣት አላህን የሚገዛ ሰውን መቅጣት ጀሚል አይደለም نعم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى እሳቸውም بشرحه السفارينية ይችን ግጥም ሲያብራሩ عند هذا البيت نفسه وجاز للمولى يعذب الورى የሚለውን هذا الكلام غير سليم ጤነኛ አይደለም ብለዋል ይሄ አባባል ጤነኛ አይደለም ብለዋል وهو يجري على مذهب الأشاعرة በአሻዒራዎች አቋም ላይ የሚጓዝ ነው ብለዋል أهل السنة والجماعة ግን فيقولون هذا باطل بحق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يليق به أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤمن لمن أشاعرዎች ምን ብለዋል فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر ብለዋል አላህን የሚገዛን ሰው መቅጣት ይችላል አላህ ካፊርን በጀነት ማጠቃቀም ይችላል ብለዋል لأنه يفعل ما يشاء የፈለገውን የሚሰራ ጌታ ነውና ብለዋል ይሄ ባጢል ነው أهل السنة والجماعة ግን እምነታቸው لا يليق به أن ينعم الكافر ካፊርን ማጠቃቀም ለአላህ ተስማሚ አይደለም ተገቢው አይደለም የአላህ ባህሪው አይደለም وأن يعذب المؤمن አማኝን መቅጣት ይሄ የአላህ ባህሪው አይደለም ለምን ጀነትን ያዘጋጀው አላህ ለሙተቆች ነው እሳትን ያዘጋጀው ለካፊሮች ነውና ማለት ከኢብኑ ዑሰይሚንና ከሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን እና ከሼክ ሷሊህ አልፈውዛን በፊት የነበሩ ዑለማዎችም ረድ አድርገዋል ሰፋሪኒን በተመለከተ ይህን አቋሙን ባጢል ነው ብለዋል انتقل أئمة الدعوة هذا البيت في تعليقاتهم على شرح السفاريني فكيف خفي هذا على الحجوري فحجوري لا اندس ሊደበቅበት عليه فحجوري لا اندس ሊደበቅበት على ይሄ ባጢል የሆነው أئمة الدعوة رد አድርገው እያለ انظر تعليقاتهم في حاشية الأنوار البهية وانظر تعليق عبد الرحمن ابن قاسم على السفارينية وانظر شرح العثيمين والفوزان على السفارينية حجري جن أحسن من هذا البيت كذه يتشعل بلو تناقرا باطل نو بلو التناقرا مالته وعلى هذا أشاعرة وتنا جهمية ابن القيم الجوزية اندملوت وعلى هذا فجوز
يجوز تعذيب كل عبد له ولو كان محسنا بقو يسرى باري انكوا بيهون الله مقطعته يتشالال بلو تناغروال ولم يروا ذلك ظلما يهقف نو بلو علم قف نو بلو علم ما سرقا سيقربوا لا يسألوا أما يفعلوا وهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام نيقرم أقربوال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم يملونم يهن حديث ما سرقا أقربوال إننيه أشعر وشنا جهمي وشي أقربوا ما سرقا هذه الأدلة نفسها هي التي استدل بها الحجري وأتبعه حجرنا تكتلوشو ما سرقا يقربوتم يهننو أشعر وشنا جهمي وشي أقربوتم أهل السنة والجماعة امنتاتشو الله عز وجل لا يفعل تعذيب أحد بلا ذنب يا لو انجل ما نما يقطع امنتاتشو قل لعجز منه جل وعلا يما يشله هو سايهون بل عدلا وحكمة ورحمة فتهاوي جيتا سلهوننا يطبب بالبيت سلهونه يزنت بالبيت سلهونه እንጂ ባለመቻል አይደለም ግን ወንጀል የማይሰሩ ሰዎችን አላህ አይቀጣም ያለው ነገር ና እየፈጸሙ ያሉት ባሮቹንና የከለከለው ነገር እየተከለከሉ ያሉት ባሮቹን አላህ አይቀጣም የማይቀጣቸው ደካማ ከመሆኑ አንፃር አይደለም ይችላል ደካማ ባለመሆኑ ሳይሆን ደካማ ስለሆነ ሳይሆን በልዓድለን ይያሉ ፍትሃዊ ጌታ ስለሆነ የሕክማ የጥበብ ባለቤት ስለሆነ የዝነት ባለቤት ስለሆነ كما شهدت بذلك نصوص الكتاب والسنة الدالة على كرامة الطائعين الله የሚገዙ ሰዎችን የሚታዘዙ ሰዎችን አላህ እንደሚያከብራቸው በርካታ ማስረጃዎች ከቁርአንና ከሱና ስላረጋገጡ ማለት ነው አላህ عدل ነው صادق ነው كريم ነው قادر ነው غني ነው አላህ عز وجل አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፍትህ ባለቤት ነው የጥበብ ባለቤት ነው የዝነት ባለቤት ነው እሱን የሚታዘዙ ሰዎችን እንደሚያከብራቸው ቃል ገብቷል وهو ይህ ቃሉ ደግሞ ወዕዱን ቃል ነው صادقون እውነት የሆነ كريمون ችሮታን ያዘለ የሆነ قادرون ቻይ የሆነ غني نعم አቡ ቢትን የተባሉ ዓሊም بحاشيته على لوامع الانوار ላይ እንዳስቀመጡት ማለት ነው والعجيب በጣም የሚገርመው ان اتباع الحجوري የሐጁሪ ተከታዮች نافحوا ودافعوا እየተከላከሉና እየመከቱ ይገኛል عن شيخهم ከሼኻቸው بجهل فاضح በሆነ ድንቁርና وليتهم سلموا لهذه الحجج الظاهرة ለዚህ ግልጽ የሆኑ ማስረጃዎችን እጅ ቢሰጡ ጥሩ ነበር ግን زادوا على شيخهم انهم ساقوا الحديث لو ان الله عذب اهل سماواته ብለው ይሄንን ጨመሩ ማለት በሼኻቸው ንግግር ላይ ማለት ነው ሼኻቸው لا يسألوا የሚለውን እንደ ማስረጃ አቀረበ እነሱ ደግሞ لو ان الله عذب اهل سماواته የሚለውን ሐዲስ አቀረቡ من غير فهم لمعناه ትርጉሙን ሳይረዱት ማለት ነው ትርጉሙን በደንብ ሳይረዱት ሼኽ ሷሊህ አልፈውዛን حفظه الله تعالى من شرح السفارينية ሲያብራሩ ምን ብለዋል واما ما جاء في الحديث لو ان الله عذب اهل سماواته የሚለው ሐዲስ በተመለከተ هذا معناه ትርጉሙ ان الله لو حاسبك على نعمه التي انعمها عليك በአንተ ላይ የዋለልህን ጸጋዎች ሂሳብ ውስጥ ቢያስገባቸው ቢመረመረ وحسبك على حسناتك አንተ በሰራሃቸው መልካም ስራዎች በአንተ ላይ የዋለልህን ውለታ ሂሳብ ውስጥ አስገብቶ ቢመረመረ فماذا تساوي حسناتك بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليك لا تقابل شيئا ይሄ ነው ያንተ መልካም ስራ ዋጋ አይኖረውም አላህ ባንተ ላይ የዋለልህ በርካታ ጸጋዎች አሉና ከነዛ ጋር አንድ ላይ ያነጻጸረ ሂሳብ ውስጥ ቢያስገባ ዋጋ የለውም ማለት ነው ብለው ነው ሼኽ ሷሊህ አልፈውዛን حفظه الله تعالى حديثን ያብራሩት ማለት ነው إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم የሚለውን እንደናንተ አረዳድ ሳይሆን ሼኽ ሷሊህ አልፈውዛን በዚህ መልኩ ነው የተገነዘቡት ማለት ነው ይሄ ነው ونقول ይላሉ ሼኹ ሼኽ ሷሊህ አልፈውዛን هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يليق به أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤمن كالله حكمة ጋር كالله እዝነት ጋር ሊሄድ የማይችል ባጢል ንግግር ነው ካፊርን ማጠቃቀሙ አማኝን መቅጣቱ ይሄ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብር ጋር ከእዝነቱ ጋር ከጥበቡ ጋር ሊሄድ የማይችል ነገር ነው قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى شيخ الإسلام الفتاوى الكبرى ላይ ምን ይላሉ والحديث الذي في السنن سنن ላይ ያለው ሐዲስ لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم تملكت من أعمالهم يملون ين حديث منالو شابرارو يبين أن العذاب هي حديث من أبرار أن العذاب قطعته لو وقع بكسة لكان لاستحقاقهم يمقباتشو سله ونوال آياته يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك سلم يقباتشو لا لكونه بغير ذنب يا لونجل سايهون سلم يقباتشو ونجل سلسر مالتنا وهذا يهدقمو يبين يا أبرار أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب الله عز وجل ظلما كراسو تقوما الله ظالم أيضا تنقل الله عز وجل
በሐዲስ القدس الله عز وجل አስቀምጧል ባሮቹን እንደማይበድላቸው ያ ኢባዲ ኢኒ حرمت الظلم على نفسي ብሎ ተቃውሟል ይሄም ወንጀል የሌለውን ሰው ወንጀል ያልሰራን ሰው አላህ አይቀጣውም ግፍን ከራሱ ላይ አላህ ሲቃወም ወንጀል ያልወነጀለን ሰውንም አለመቅጣቱ ዘው ይገባል ወንጀል ያልሰራን ሰው አይቀጣም ለምን አላህ عز وجل ظالم አይደለምና በዚህ መልኩ ሼኹል ኢስላም ፈተዋ الكبرى ላይ አስቀምጠዋል ምን አሉ وهذا يبين ان من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب ወንጀል ያልሰራን ሰው አላህ አይቀጣም አላህ በደለኛ አይደለም አይበድልም የሚለው ውስጥ ወንጀል የሰራንም ሰው አለመቅጣቱ እዛው ይካተታል والخلاصة ان الحجورية استحسن بيت السفاريني የሰፋሪኒ ግጥም ጥሩ ነው ብሏል واستدل بأدلة الأشاعرة እንደ ማስረጃ ያቀረቡትንም ማስረጃ አድርጎ አቅርቧል ويؤكد ذلك البيت الذي بعده ከዚህ ግጥም በኋላ ያለው አቋሙን ያረጋግጣል የሐጅሩን አቋም حيث قال السفاريني فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل الله የሚሰራው ሁሉ በአጠቃላይ ጥሩ ነገር ነው ለምን በሚሰራው ስራ አይጠየቅምና የሚለውን ግጥም ካቀረበ በኋላ يحيى الحجوري ሲያብራራ ምን አለ فأكد الحجوري هذا الفهم الباطل بقوله في شرح السفارينية بعد تعليل السفاريني صفحة 154 ላይ ይሄን ባጢል የሆነውን ግንዛቤውን ሲያረጋግጥ معنى ذلك قال ማን يحيى الحجوري معنى ذلك أن كل ما من الله فهو جميل كالله የተገኘ ሁሉ በአጠቃላይ ጥሩ ነው ማለት ነው لأنه لا يسأل أما يفعل كم يسراو سرا الله عز وجل አይጠየቅምና ብሎ ነው ያስቀመጥ معنى ذلك ነው ግጥሙ ሲያብራራ أن كل ما من الله فهو جميل لأنه لا يسأل أما يفعل ابن عثيمين ደግሞ قدم እንዳየነው عقوبة المطيع ليست جميلة ብሎ حجوري في شرح السفارينية فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه إلى نفس راسن أطرطان أن يعذب من لا يستحق العذاب قطعات يما يقبون آكال كمقطعات راسن أطرطان إلى والأدلة على ذلك كثيرة ينبت ملكته يالوش ماسرجوش بركاتوش ناتو قطعات يما يقبون آكال كمقطعات الله راسن أطرطان إلى كذا ماسرجوش تكسر من ظن أن هذا الكلام يشفع للحجوري فهو جاهل إيه أبابالو إيه قطعات يما يقبون آكال الله أيكت أميا لا يدلم ويحاجوري لمن تتكتالاችሁ ብሎ የሚል ሰው ይህን አባባሉ እንደማስረጃ አድርጎ የሚል ሰው ካለ فهو جاهل لم يعرف محل النزاع بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره باهل السنه በአሻዕራዎች መካከል ያለውን ጦር ያለውን ኺላፍ ያለውን ንትርክ ያላወቀ የሆነ መሐይም ነው የምንለው هذا الكلام حجر የተናገረው ንግግር تقوله الاشاعره اشاعراዎች የሚናገሩት الله عز وجل نزه نفسه أن يعذب من لا يستحق العذاب የሚለውን እነሱም ይናገሩታል ይሄ ደግሞ በአህለ ሱናና በአሻዕራዎች መካከል ያለ ልዩነት አይደለም ያለው ልዩነት وان محل النزاع بيننا يعني بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره باهل السنه والجماعه በአሻዕራዎች መካከል ያለው ንትርክ ጭቅጭቅ ተጅዊዝ ይቻላል በሚለው ነው وليس في الوقوع በሚለው ሳይሆን ተጅዊዝ ይቻላል በሚለው ነው ምክንያቱም እነሱ አሻዕራዎች ጃኢዝ ነው እየተናገሩ ያሉት وجاز للمولى ብሎ ነው ተፋሪን የሚገለጸው وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى جاز የሚለው ይሄ ነው ጦር ያለው معركه ተጅዊዝ የሚለው ይቻላል የሚለው ላይ وليس في الوقوع ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في منهج السنه فان نزاعهم من منهج السنه ليس يناغروا ያለው نزاع في الجواز لا في الوقوع جواز ላይ جائز ነው የሚለው ላይ እንጂ ይከሰታል የሚለው ላይ አይደለም ነው والا ما معنى قول الحجوري واحسن منه ብሎ መናገሩ ምንድነው لو كان يدرك الحجوري محل النزاع بيننا وبين الاشاعره باهل السنه በአሻዕራዎች መካከል ያለውን ጭቅጭቅ ቢደርስበት ኑሮ ቢያውቅ ኑሮ ባጢል መሆኑን ቢያምን ኑሮ لقال هذا باطل يجري على مذهب الاشاعره ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ተፋሪኒ በአሻዕራዎች መذهب ላይ እየተሽከረከረ ያለ ነውና ይሄ ንግግሩ ባጢል ነው ብሎ መናገር ነበረበት ግን ይሄን አልደረሰበትም وافق الاشاعره والجهميه حجوري እዚህ ቦታ ላይ ጀህሚያዎችና አሻዕራዎችን موافقه ያደረገ ሰው ነው እዚህ መስአላ ላይ ማለት ነው واكد ذلك باستدلاله بالايه التي لم يستدل بها في هذا الموطن الا الاشاعره እዚህ ቦታ ላይ አሻዕራዎች እንጂ ሌላ ማንንም እንደማስረጃ ያልተገለገለው የሆነውን የቁርአን አንቀጽም ማስረጃ አድርጎ ተገለገለ ثم زاد الطين بله حين وافق الناظمه ጭቃውን በላ ጨመረው እርጥበት ጨመረው ጭቃ ነበር መጀመሪያ አሁንም ይበልጥ የተንሸራተተ መሆኑን ሲገልጽ ከናዚሙ ከሰፋሪኒ ጋር የተስማማ መሆኑን ሲገልጽ ምን አለ فكل ما منه تعالى يجمل لانه من انفعله لا يسأل የሚለውን የናዚሙን ንግግር ሲናገር فقال معنى ذلك ان كل ما من الله فهو جميل وقال ناظሙ ሻዒሩ አላህ ያለ ወንጀል ባሮ
አንሳሮችን መቅጣት ይችላል ጃኢዝ ነው ብሎ ለሚለው እንደ ማስረጃ ያቀረበውን فكل ما منه تعالى يجمل لانه عن فعل لا يسأل የሚለውን ዑለማዎች ባጢል ነው ብለው የተናገሩትን ይሄን እንደ ምክንያት ያቀረበውንም ናዚሙን ማለት ነው ሐጁሪ ምን አለው معنى ذلك ان كل ما من الله فهو جميل لانه لا يسأل عما يفعل ብሎ አስቀመጠው ማለት بخلاف الشيخ ابن عثيمين الذي ادرك محل النزاع ابن عثيمين ግን محل النزاع የደረሱበት አንበሳው فقد استنكر هذا كله ሙሉ ሙሉ የተቃወሙት እንደ ምክንያት ናዚሙ ያቀረበውንም ጃኢዝ ነው የሚለውን ሁሉንም የተቃወሙት እሳቸው ባጢል ነው ያለው وقبل ابن عثيمين ائمه الدعوه تقوموا كما في تعليقاتهم على السفارينيه رحم الله الجميع كلهم الله يذلاتنا تقوموا كلهم ማለት ነው ስለዚህ انظر يرعاك الله الى كلام الفحول من اهل العلم لك على እውቀት ያላቸው ዑለማዎች ምን አይነት አቋም እንዳላቸው ተመልከት እንዴት አድርገው ነቅድ እንዳደረጉት በማስረጃ ማለት ነው የሰፋሪንዬ ንግግር ባጢል ነው ብለው እንደገለጹ ثم انظر الى تخبط الحجوري ووصفه لكلام الاشاعره بالحسن የአሻዕራዎች ንግግር ጥሩ ነው ብሎ የገለጸ መሆኑን ተመልከት ነው اذا من ይላሉ ዑለማዎች فننصحه حجورን እንመክራለን እኛም ننصح اتباعه في ኢትዮጵያ አገራችን ላይ ያሉ የሱን ተከታዮች እንመክራለን مصطفى عبد الله السليط اللسان الفتان المفتون الذي يرمي بالحزبيه اناسا بريئين كبراءه الذئب من دم ولد يعقوب بل ويسكت علماء السنه ንጹህ የሆኑ የሱና ወንድሞቻችንን ተለፍዮችን እያብጠለጠለ ያለውን ሙስጠፋ ዑለማኡ ሱናን እየዘረጠጠ የሚጥል የሆነውን ሙስጠፋ እኛም እንመክራለን يحيى الحجوري ዑለማዎች እንደመከሩ ሁሉ ምን ብለው መከሩት فننصح بالاقبال على طلب العلم عند اهله እውቀት ባለቤት ከሆኑት ጋር እውቀት እንድማር እንመክረዋለን يحيى الحجوري ይላሉ እኛም ሙስጠፋን اطلب العلم እንለዋለን اطلب العلم عند اهله እውቀት ባለቤት ከሆኑ ዑለማዎች ጋር እውቀትን ተማር ነው ምንለው بدلا من تأجيج الفتن فتنان ማቀጣጠልህን ትተህ ተማር ብለው እንዳሉት ሁሉ يحيى الحجوري والطعن في الاعراض علماء السنه علماء السلفيين የነሱን ክብር ማውገዝን ትተህ እውቀት ካላቸው ሰዎች ጋር ጠጋ ብለህ ተማር ብለው እንደመከሩ እኛም ሙስጠፋን እንመክራለን هداه الله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد